السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو جديد من لستة What is the meaning of programming. النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها الاري. ايه هي الاري دي؟ الاري ده نوع من هياكل البيانات، ده بخزن فيه مجموعة من العناصر من نفس النوع في أماكن متتالية، وكل عنصر موجود جوه المجموعة له مكان معين وبيسمى اسمه index عشان أقدر أتوصل بيه. طب يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده هنلخصه في هيئة قصة جميلة كده، ان احنا عندنا الاري دي زي رف الكتب اللي عندك في البيت. تخيل انت عندك رف فيه مجموعة من الكتب، وكل كتاب فيه مكان محدد على الرف ده عندنا هو الاري، والمجموعة العناصر اللي هي الكتب هو زي رف الكتب ده بالظبط. الاري دي هي رف الكتب، والمجموعة اللي جواها دي الكتب اللي جواها. المجموعة دي من الاري العناصر كلها من نفس النوع، يعني هو كله كتاب، مفيش مثلا مسطرة قلم جومة، كله نفس العناصر، وكل عنصر انا بقدر احدد ليه مكان عشان اقدر اوصل له بكل سهولة وطريقة سليمة. طب عايزة ألخص القصة دي بطريقة جميلة وسهلة. أولا إحنا عندنا نلخص كده إن إحنا عندنا رف في المكتبة بتاعتك، وكل كتاب على الرف ليه مكان محدد. يعني في الاندكس بيبدأ في الاري بيبدأ من رقم 0، الكتاب الأول في مكان رقم 0، الكتاب التاني هيكون من رقم 1، وهكذا 0 1 2 3 4 5 هكذا. لو عايزة أنا أقرأ الكتاب اللي في مكان رقم 2، كل اللي أنا هعمله إن أنا هروح للمكان ده وهلاقي الكتاب. وكل عنصر في الاري زي فكرة المكان بالظبط، اللي هو الاندكس اللي بقدر احدد فيه المكان. وعشان اوصل كمان لاي عنصر بستخدم الرقم ده اللي هو 0 1 2 3 4 5 6، هو ده كل ده القصة. طب دلوقتي عايزة أعرض القصة دي، أخلي طريقة التفكير اللي احنا قلناها دي على شكل برنامج، أو إزاي هطبق عليها في المثال البرمجي بتاعي. أول حاجة إن أنا هعمل الرف بتاعي اللي هو list string box، اللي هو الرف بتاعي اللي أحط فيه الكتب. عايزة بقى ألاقي الكتاب بتاع مثلا برمجة دارت، هعرضه برقمه أو بالرقم اللي هو 0 اللي هو ببدأ بيه اللي هو البرنت، هطبعه وبعلامة الساين دولار هقدر أجيب الكتاب بتاعي. وبعدين في البرنت عايزة أجيب الكتاب رقم 1 اللي هو كتاب في مقدمة الذكاء الاصطناعي، بطبعه برقمه وبعلامة الساين دولار بتاعتي بقدر أناديه. طب عايزة دلوقتي أضيف كتاب جديد في الرف بتاعي، بعمل باخد اسم البوكس وبعدين دوت اد، بكتب فيه الكتاب بتاعي اللي انا عايزه اعرضه، وبعمل له برنت بعلامه الساين دولار بتاعتي والرقم بتاعه، وبقدر اوصل منه الكتاب اللي انا عايزاه. طب عايزه اغير الكتاب بتاعي، اغير اسم الكتاب خالص بقى، يبقى الكتاب متغير. اول حاجه بجيب اسم الاري اللي هي البوكس، وبشوف الرقم بتاعه وبغيره. الرقم بتاعه اللي هو 1 اللي هو هيوصل لي، اللي هو مقدمه في الذكاء الاصطناعي هيوصل لي، وبعدين هقدر اغيره من خلال الرقم بتاعه اللي هو رقم 1 بس. وبعدين بقدر اعمل برنت بتاعها. طب ايه الملخص بتاع القصه دي، او ملخص الاري بتاعنا؟ ملخص الاري دي انها زي الرف بالظبط. الكتب ليه اماكن محدده، وبتستخدم الارقام عشان تعرف توصل لأي عنصر بمنتهى السهولة والسرعة. بس كده، وانتهت لحد دلوقتي الفيديو بتاع الاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.